سلام الله عليكم متابعي كيفاش بلان تي في. قبل الانتقال إلى المقطع خلونا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وكيف العادة متابعي الأعزاء، قبل ما نبداو أتعرف وإياكم أبرز عناوين هذا الفيديو. قرعة إفريقيا، مصر تصطدم بغانا ومجموعة سهلة للمغرب والجزائر. الركراكي يصرح أن قرعة الكان كررت مواجهة تصفية المونديال. حكيمي يؤكد أن الفريق الوطني لن يخذل الشعب المغربي. وبلال الخنوس وبيلينغهام من بين المرشحين لجائزة الفتى الذهبي. أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي أجريت في كوت ديفوار مساء اليوم الخميس عن وقوع منتخب مصر في مجموعة واحدة رفقة غانا. جاء المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار غانا والرأس الأخضر وموزمبيق. أما كوت ديفوار صاحبة الضيافة حلت في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، فيما وقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة بجوار الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. وجاء المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة رفقة مالي، جنوب إفريقيا وناميبيا، فيما جاء المنتخب الجزائري في مجموعة سهلة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنغولا. ووضعت القرعة منتخب السنغال حامل اللقب بجوار الكاميرون وغينيا وغامبيا في المجموعة الثالثة. وفي تصريح لوليد الركراكي مدرب منتخب المغرب تحدث عن موقفه من خلال قرعة البطولة الإفريقية، حيث وقع المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جوار الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا. وقال الركراكي خلال التصريحات نقلها موقع الاتحاد المغربي لكرة القدم: هي قرعة معقولة ومعتدلة، لقد وضعتنا أمام منافسين زامبيا وتنزانيا سنواجههما أيضا في تصفية المونديال. وأوضح الركراكي: أملك الخبرة الكافية حيث كنت مساعدا لمدرب المغرب الأسبق رشيد الطاوسي في نسخة جنوب إفريقيا، وأعرف ما تعنيه إفريقيا والتحولات التي تطرأ في المباراة ونحن جاهزون لذلك. وعن حظوظ المغرب أضاف: نحن هنا للذهاب لأبعد نقطة ممكنة مثل بقية المنتخبات التي تم تقديمها في توب المرشح للتتويج باللقب. سأبدأ من الآن العمل ودخول مرحلة أخرى، لدينا الوقت الكافي للتحضير حيث نعرف منافسينا، وفي الكان لم تعد هنا منتخبات صغيرة وأخرى مرشحة على الورق. فيما صرح الدولي المغربي أشرف حكيمي أن الكرة الإفريقية تطورت كثيرا خلال السنوات الأخيرة. شارك اللاعب المغربي في سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية، وتواجد أسود الأطلس في المجموعة السادسة إلى جوار الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. وتابع حكيمي: المهمة لن تكون سهلة، لكننا سنعمل كل ما في وسعنا من أجل الذهاب لأبعد نقطة في هذه النسخة، ولن نخذل الشعب المغربي. وأكمل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن المنتخب المغربي اكتسب خبرة كبيرة خلال المنافسات الكبرى التي شارك فيها. وأكد أشرف: تألقنا في مونديال 2022 نريد أن نكرر نفس إنجاز النجاح في كوت ديفوار. المونديال من الأمور التي ستحفزنا كثيرا في كأس الأمم الإفريقية. جميع المجموعات قوية وكل المنتخبات ستكون جاهزة للبطولة القارية، نحن لن ندخر أي جهد في الدفاع عن حدودنا. وفي موضوع آخر، أعلنت صحيفة توتو سبورتس الإيطالية أسماء المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لعام 2023، والتي ضمت 25 لاعبا من الدوريات الأوروبية. وتقدم الجائزة كل عام لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما. وشهدت القائمة استبعاد غافي نجم وسط برشلونة الذي فاز بالجائزة العام الماضي، بينما ضمت الموهبة المغربية الواعدة بلال الخنوس. وذكرت الصحيفة أن القائمة شملت 20 لاعبا تم اختيارهم مع شركة فوتبول بيشن مارك المختصة في البيانات والتحليلات، بالإضافة إلى 5 لاعبين تمت إضافتهم من قبل طاقم تحرير الصحيفة. ومن المقرر أن يصوت 50 صحفيا من جميع أنحاء أوروبا على أن يتم إعلان الفائز وتسليمه الجائزة في 4 ديسمبر المقبل بمدينة تورينو. وإليكم أبرز المرشحين: جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، تشافي سيمونز لاعب لايبزيتش، أنطونيو سيلفا لاعب بنفيكا، أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة، راسموس هويلاند لاعب مانشستر يونايتد، ماتياس تيل لاعب بايرن ميونخ.
وجاء الخماسي الأخير كالتالي: أردا غولر لاعب ريال مدريد، بلال الخنوس لاعب جينك البلجيكي، مارتن باتورينا لاعب دينامو زاغرب، وجواو نيفيز لاعب بنفيكا. خير الكلام ما قل ودل. أشكركم على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. وإلى هنا أحبائي أترككم في أمان الله.